كتير ما كان بينصحنا الخبراء بضبط سقف توقعاتنا من كتر ما كانوا شايفيننا محبطين بسبب عدم جريان الأمور حسب توقعاتنا، واللي دايما بتبقى عالية ومليانة براءة وحماس. طب ستوب، عايزاك توقف الفيديو وتنزل تحت تعمل سبسكرايب عشان نوصل 500 مشترك، ويلا نكمل. مش معنى ان انا قلتلك اضبط سقف توقعاتك انك ما تتعشمش وتخلي فيه امل فوق نفسك وفوق كل اللي حواليك، لكن ما تستغربش وقوع الاقدار ما دمت في هذه الدار. واحد صاحبي محبط انه اول ما اشتغل شاف تنافس مهول، تلاقيه ما كانش متوقعه، فاكر الدنيا هتبقى وردي، في تنافس شريف بيشجع الاجتهاد، وفي تنافس برضه ممتلئ بالخبائث والتسلق على اكتاف الاخرين. وواحد محبط من نفسه ومعتقد ان اول ما يتوب لربنا سبحانه وتعالى مش هيغلط تاني، وده طبعا مش حقيقي. السير الى الله في احداث واخطاء كتيرة، وتتوالى الاحباطات بسبب الارتفاع الدائم بسقف التوقعات. وهنا بقى يجي الدين ضبط المسألة دي ما بين زرع الأمل الكبير في الحياة والصداقة والرزق والحب، وما بين توقع خطأ بسبب نقص الحياة. فالنقص مكتوب على الحياة وموصوف به البشر. وقال أحد العلماء: من ابتغى صديقا بلا عيب عاش وحيدا. فبلاش تتصدم كتير كل ما شفت حاجات عكس توقعاتك، أكيد شفت أيام حلوة، والعيب اللي شفته في الشخص المقرب منك ده هيعلمك الصبر والتأني في مساعدته عشان يتحرر من العيب ده. وعلى فكرة إن الإنسان يتوقع حاجة ويلاقي أقل منها، دي تجربة كلها فوائد، لأن النقص في الحياة بيزرع فيك الكمال والتنافس على الأرزاق اللي فيه صعوبة. فساعات خبث الناس بيكون مرهق، بس ده هيعلمك الجد والتطوير المستمر لقدراتك عشان تحافظ على مكانتك وتحرص على انك تكتسب خبرات عشان ما تبقاش سهل الخديعة لما تشوف التنافس اللي انت ما كنتش متوقعه. وزي برضو ما سيدنا عمر رضي الله عنه قال: انا لست بخب ولكن لا يخدعني خب، يعني انا مش خبيث بس مش هيخدعني خبيث. انا مش متوقع الملائكية من الناس، عشان كده مضبط نفسي انه ما يخدعنيش. فلما تكون ماشي مستقيم توقع انك تغلط، والغلط ده لا ينفذ استقامتك. يبقى اضبط سقف توقعاتك عشان ما تتصدمش كتير، وتوقع وقوع الاقدار ما دمت في هذه الدار.